السلام عليكم، واش رفافة هانين ومرحبا بكم. شعلوا الضوء باش ما كيبانش مزيان في هذا الفيديو هذا. ما عرفتش الضوء اللي غادي يبين غيخسر لي الكاميرا، من الاحسن نخلي الضوء. ما بغيتش نصور لكم برا حيت الجو شويه عيان. المهم غادي ندخل بزاف في الموضوع نيشان. غندوي اليوم على البرتغال اللي صراحه فيما كندور كنلقى بنادم كيدوي في البرتغال، يدوي على البرتغال سواء في فيسبوك في يوتيوب حتى من داك الحبس ديال التيك توك اللي ما عنديش معاه. بعد مرات كندخل كنلقى البرتغال. وتحياتي للدراري اللي كيسولوني في انستغرام، وباقي ملي كتلقى عندك بنادم باقي كيسولك خويا ما درتيش لنا فيديو كذا، ريسبكت ديالكم. واليوم غنهضروا على البرتغال بحكم خوكم علي في الغربه جا مشيت للبرتغال وشفتها كي يعني ملي كندوي على شي دوله كندوي بحكم التجربه، ماشي ديك اللعيبه كنجي وكنهضر. ندوي معكم ونبارطاجي معكم معلومات اللي جا شفتهم. وبزاف ديال الناس كيسولوني على البرتغال، وكما قلت لكم دابا اللي كيفيق مع الصباح كيدوي على البرتغال، سواء اللي كاين تما سواء اللي عمرو ما مشى كاع. مثلا اللي كاين تما كيدوي بعدا وداكشي فهمتي، تلقاه بعدا راه كاين في البلاد ما تقدر تقول والو، واحد عمرو ما مشى البرتغال. وكاين حتى اللي كيبغي بروفيتي في بنادم باش يديرك انت نمبر فهمتي، باش is gonna earn money، زعما يربح عليك الفلوس على ظهرك نتايا فهمتي. شويه ما جاتش، ما علينا. الا وصلتي لهاد اللقطه هذه بالرجوله خلي معك شي لايك وخلي شي كومونتير يكون تيبورتينا بيه. ولا كنتي باقي ما مابونيش في لاشين عندي في يوتيوب، راه ما بقى لنا هو نوصلوا ان شاء الله العائله توصل 100,000. وصلنا 96، ما بقى والو 100,000، بقى غير 4,000. لاباج فيسبوك ما كاناش، تشرفنا بشي لايك عندك ولا تابوني تاعي في لاباج. الا ما بغيتيش، الا ما كانش كيهمك الفيديو غيرها والسلام عليكم. اصلا هنا ما كنتسناوش فلوس الارت، الحمد لله كنجيبوها بالدراع. ما علينا. الا كنتي انت يلاه كيطيح في اوروبا ولا كنتي هنا في اوروبا ما عندكش الوراق بالرجوله هذا الفيديو دا كيهمك، ولا كنتي ما عندكش معلومات على البرتغال وكتسمع البرتغال وكيجروك الشحمه، خويا الزين دابا غتستافد مزيان وغتعرف شنو هي البرتغال بصفه عامه. وحنايا راه الله كيشوف فينا، ما نقدرش نكذبوا على شي واحد حيت الفيديوهات كيبقاو مسجلين، ما عرفتش واش غنبقاو حيين ولا غنموتوا. احسن تقول شي معلومه بنادم يستافد منها. الا انا فيديوهات كيضربوا تقريبا 10,000 مشاهده، الا تستافد منه غا 100 واحد انا غنكون رابح في هذا الفيديو. ما علينا. بالنسبه للدراري اللي مطولين هنا في الغربه وداكشي، بالنسبه للدراري اللي عايشين في الطليان في اسبانيول في فرنسا، بالنسبه لي انا ما ننصحكش تمشي للبرتغال. بالنسبه اللي عايش في بلجيكا لا ما ننصحكش تمشي للبرتغال في حاله وحده. الا كان عندك فلوس كما كيقولوا زي اللي عندك دراهم، الا عندك فلوس تقدر تمشي للبرتغال تركح فيها امورك. ما بغيتش ندوي بزاف في اليوتيوب وداكشي في الفيديوهات. شوف شي واحد يقاد لك، وتشوف شي واحد يخدم في بلاصتك تدبر عليه ولا تخلص ليه لي طاكس وتمشي تقشر في بلاصه اخرى. هذيك انا متفق معاك ديرها 100%. وقضيه اخرى، قضيه البرتغال في الوراق لا فعلا هذه سيره، متفق معاك مليون في المية. راه تصايب الوراق في البرتغال، يعني ماشي قلت لك زعما ما كاينش الوراق في البرتغال، غير خاصك تعرف شنو هي البرتغال بعدا. يعني بنادم ملي كيسمع البرتغال عارف الاتحاد الاوروبي راه ملاصقه مع اسبانيا، ولكن اخويا زين خاصك تعرف شنو هي البرتغال بعدا. انا عاود بلا قلت انا هاد العبد كيدوي انا كنت غالط في البرتغال، كان كيسحب لي البرتغال شي حاجه كنت كنسحب ليا غنمشي للبرتغال. سي هي ديال البلاد ديال السياحه وزوينه وكذا، ولكن راه ماشي ديك البلاد اللي كنت كنسحب انا رخيصه. واش فهمتيني؟ علاش انا دويت لك على بنادم اللي مطول ما كنصحوش. شكون اللي غنصحو يمشي للبرتغال؟ اللي يلاه كيجاب فيزا حارق، يلاه كيجي لاوروبا طاح في اوروبا ولا فيزا ولا ما عندوش وراق، المهم يلاه كيطيح. انا ما على باليش داكشي كيف ما بغيتي تجي انت، انا ما غاديش ندخل فيه حيت بنادم باغي منين يشدك. اي طريقه جيتي بها هنا وبغيتي تسوي الوضع ديالك ويلا كي جيتي جديد عندك شهر شهرين يلا طايح في 2024، شوف احسن بلاد تقدر تمشي لها هي البرتغال. اما بلاد اللي مدوز عام عامين في الطاليان في اسبانيول في فرنسا في بلجيكا، كيما قلت لك الا ما كنتيش غتمشي تدفع وترجع لديك البلايصه فين كنتي شاد السخونيه، راك راك في الخسران. انا نقول لك علاش. اول حاجه البرتغال المعيشه ديالها غاليه. يعني مثلا لا قارنتي، نعطيك مثال، كواحد اللي عايش في الطاليان، واخا انا ما كاينش في الطاليان دابا كاين في اسبانيول، كواحد اللي عايش في الطاليان وشاف البرتغال دوز فيها سيمانه. الدراري راكم متبعين الفيديوهات ديالهم، الدراري تجي سير ضرب فيها سيمانه. مشيت ضربت 3 ايام 4 ايام في بورتو وضربت 3 ايام في لشبونه. يعني البرتغال راه ثقافتها كامله. يعني دخلنا حنا من الحدود ديال جيت بورغوس، راه الدراري ديال اسبانيول عارفين، حنا دخلنا من الفوق ديال البرتغال وجبناها حتى لتحت. يعني البرتغال درتها كامله. يعني
تقريبا بقى لي الصاود اللي لتحت اللي جيت للمغرب اللي ما مشيتش ليه. بيرو البلاد راني عرفتش كيفاش مديره. الا قارنتي المعيشه ما بين طاليان والبرتغال تقريبا بحال. الا كنتي مثلا كتخلص في الطاليان، مثلا كتسباندي في الطاليان ومشيتي للبرتغال غتسباندي، غتحس راسك بحال راك في الطاليان. ونزيدك واحد القضيه، انا كي دابا في السباليون المعيشه في السباليون رخص من المعيشه في البرتغال. تصور معايا انت هادي هرب لك فيها. لا شي شنو كنت كنطيب في واحد الطاجين ونقطع الفيديو كمل مشيت طفيت على الطاجين وجيت حسيت بيه تحرك. المهم كما قلت لكم تصور معايا المعيشه في الطاليان بحال المعيشه في البرتغال. هنا بزاف ديال الناس غيوصلوا لهاد اللقطه ديال الاوديو الفيديو تقول لي حنا باقي ما فهمناكش علاش كدوي دابا نتايا. انا غنقول لك اخويا الزين، السالير في البرتغال سالير مكحر. كنعرف انا الدراري، تحيه للدري اللي تلاقيتو في البرتغال، ما بغيتش نقول سميتو حيت باش يبان الدري والدرب ناوي سيدي مؤمن، تحياتي اخويا الزين الله يسهل عليك. على حسب ما فهمت من الدري وعلى حسب ما شفت في البلاد، يعني ملي كتكون انت في واحد البلاد يعني خصك كتسباندي بزاف د الفلوس، الكرا فيها غالي على حسب ما كيقول الدري، المينيموم تقريبا 200 اورو 300 اورو. انا ما كانش كيصحاب لي البرتغال بحال ما السباليون الكرا فيها رخص من هنا. السباليون تقدر تكري ب 100 اورو بيت. تصور معايا ديال في الجنوب ديال الطريق باش تقدر تكري ب 100 اورو. الطاليان راه نورمال عادي بوستيت كتكري ب 150 اورو. البرتغال يعني فيها الكرا غالي 200 اورو حتى 300 اورو. في بورتو لشبونه كندوي على المدن، وهادو هما المدن اللي ممكن تعيش فيهم. انا بانت لي بورتو لشبونه هما اللي كاينين في البرتغال. المدن الاخرين راك عارف مدينه صغيره مكحطه فهمتي. شوف صاحبي السالير تما كاين كيتراوح ما بين 900 800 الماكسيموم 1300. وعلى حسب ما كيقول الدري الا بغيتي تشد السالير ديال 1300 ولا 1400 خص يكون عندك واحد سكيلز، عندك واحد المهارات، واحد الحرفه وماشي سهله. والبرتغال شبعانه بورتوغيز، شبعانه سميتو برازيليين، يعني فيها البرازيليين بزاف حكم اللغه يعني بحال. يعني اخويا الزين قبل ما انت تمشي للبرتغال وتسباندي بعدا القضيه باش نفهموها، باش تاخذ الوراق البرتغال خصك تريا واحد العام تقريبا، خصك تخدم. هما ماشي عندك وراق فور تخدم ليهم، وممكن تخدم في اي خدمه باش تدير الاوراق. هاد الامور انا ماشي كنقول لك ما ديرهاش، ديرها، ولكن فكر اخويا الزين قضيه البرتغال ماشي شي افير صايبه. راك انت خاوي المغرب باش تاخذ صالير 1100 اورو ولا خديتي كاع الاوراق شحال اش اوراق تاخذ؟ ديال العام راه يلاه تهبط تشوف بهم المغرب. راه ميمكنش ليا تقول لي فين تخدم بهم في فرنسا ولا تخدم بهم في بلجيكا ولا في لندن، بلا ما تحلم من غير الوراق ديال ديما ولا من غير الجنسيه. انا ما على باليش بشحال ديال الوقت باش كدير الجنسيه تما. بيرو بالنسبه لي انا كتجربه وكنصيحه اللي نعطيها للدراري اللي كيتفرجوا دابا، نمشي ندير الوراق في البرتغال موفي زافير ندوي في الواقع. يعني واحد بالنسبه لي كنصيحه، وكل واحد لكم واسع النظر كما كيقول. بالنسبه كنصيحه ديالي نعيش حراك في طاليان، نعيش حراك في بلجيكا، نعيش حراك في فرنسا، نعيش حراك في الالمان، حسن ليا ما نتسنى الوراق في البرتغال. وهذا كنحترم الدراري اللي كاينين في البرتغال تما مساكن بغاني ياخذوا الوراق، تحياتي ليهم الله يسهل عليهم. هادشي ما حاقر حتى شي واحد. كندوي بالنسبه لينا نتمنى بدا نفهمني، حيت كاين شي واحد كيبغي يشدك يقول لك حق كاع وهادي انت نو اي واحد بغى يدير شي حاجه الله يسهل عليه، الله فرق الريوس كل واحد شنو كيدير. ولكن كنصيحه ديالي تعيش حراك في بلجيكا احسن لك من البرتغال، تعيش حراك في فرنسا احسن ليا من البرتغال، تعيش حراك في طاليان شي طاليان والله يا خويا تحسن من البرتغال. السباليون ولا صاحبي يلاه ماشيش انا بعيد كاع. السباليون هي محاده، كاينه دوله وحده اللي محاده مع البرتغال هي السباليون. من تما كاين البحر، كاين والو، كاين ميريكان ما شنو كاين تما. السباليون احسن من البرتغال ب1000 درجه. كاين عندك بزاف ديال الابورتونيتيز باش دير الوراق هنايا. عندك المعيشه رخص، عندك واحد القضيه دويت على الاسبانيون الطاليان فرنسا كتلقى واحد شويه بغض النظر على ديك الدارك سايد ديال كتلقى ريسيست بيبل، يعني الناس اللي شويه عنصريين. كتلقى بيبل اوبن مايند، الناس شويه منفتحين في الاسبانيون في الطاليان فرنسا كتلقاه فهمتي. وسط من دوك الناس اللي عنصريين كتلقى واحد الطريق فهمتي. وديك الشخصيه دي كتفرض ان ديك لا انا نمشي بحال الاخرين، لا انا في شكل كذا، كتعطيه واحد الريسبكت بنادم كتفرض عليه باش يحترمك فهمتيني. لا بورسونتاج الوحيد اللي عندك في البرتغال هو انك تولي ليغال، يعني ما تبقاش حراك وتمشي للمغرب وترجع. وانت اخويا زيد راك ما خاويش المغرب، خاوي وليديك على قبل البرتغال، على قبل صار ديال 1100 اورو باش تجمعها 10000 اورو راه خصك تبقى تخدم عليها 7 سنين وانت خدام عليها. انا ماشي كنقول لك راه ممكن دير بروجي في البرتغال. راه واحد خلينا قال لي والله صاحبي راه البرتغال تقدر دير فيها بروجي، راه حتى المغرب تقدر دير فيها بروجي، راه حتى ايطاليا تقدر دير فيها بروجي، راه حتى الاسبانيول راه تقدر دير فيها بروجي. البروجي راه كيبقى عليك انت. ما كندوي لك على البلاد، ملي كتمشي لواحد البلاد خاصك تشوف نتايا البورسونتاج. ديما تشوف كيما كيقولوا بالونجلي المينيموم ويج،
يعني السالير المينيموم سالير ديال البرتغال ولا ديال الايطاليان ولا ديال الالمان، خصك تشوف الناس اون جينيرال شحال كيتخلصوا. ملي كتلقى اون جينيرال بنادم يلاه كيربح 100,000 اورو، وكتقرا انت خصك تكري ب 300 ولا ما نديرها 200 اورو، والمعيشه غاليه، تسباندي واحد 400. ها اللورا شحال اللورا نيانتي راه والو صاحبي، فهمتيني. ما بغيتش نطول بزاف. قبل ما نسالي هذا الفيديو اللي وصلتي لهاد اللقطه هادي، الناس اللي كيتواصلوا معايا في انستغرام ولا في باج فيسبوك، الله يحفظك اخويا، تبقى تقول لي صالي سافا تي فا بيان. اخويا انا ماشي في فرنسا اول حاجه، ثاني حاجه انا كاين في الطاليان، بغيت تسولني على الطاليان سولني اخويا دوينيشان السلام عليكم، هي اللي كنعرفوها حنا كمسلمين، سلام جينيشان كتبا صيفط لي اوديو صالي سافا تي فا بيان. اش هاد الحبسه صاحبي؟ اللغه راه كرهنا، ما بغيتش نخسروا الهضره صاحبي، بلي نرتقي صاحبي. ديك اللغه كرهنا، انا ما عايش في فرنسا باش تدوي معايا فرونسي. الله يرحم الوالدين، الدراري اللي كيجي عندي الانستغرام ولا دريات الا كنتي غدوي معايا فرونسي الله يحفظك سير طلق مني، ما تهضرش معايا فرونسي. انا ما كنحملش ديك اللغه. فرنسا راه مشيت ليها شحال من مره، 6 المرات وانا كنمشي لفرنسا. ديك اللغه ما كتعجبنيش. دوي معايا، انا عايش في الطاليان، بغيت تدوي معايا بالطاليانيه مرحبا، بغيت تدوي معايا بالدارجه وما تحرش راسك مرحبا، بغيت تدوي معايا بالونجلي مرحبا، دوي معايا اخويا فرونسي الله يحفظك بلا ما تواصل معايا. تحياتي، السلام عليكم.